واحنا بنواجه مثل هذه الكارثة ان نكون فعلا الجملة اللي تقول لك على قلب رجل واحد. انا مش عايز القلب ده يبقى فيه شريان تعبان، فيه وريد خسران، لا مش عايز ده. عايز يبقى حالة حقيقية من النضج والوعي والفهم نواجه بها مثل هذه الكارثة ونشتغل ونبتسم، وورانا حاجات كتير في البلد. طيب محتاجة أنا إلى لو سمحت لي أنا كنت مبقي هذا الكليب للنهاية. نعم. بس أنا لسه ما جهزت. طيب لما يجهز أرجوك يا عمرو قول لي في كليب لأحد السادة الضيوف الأفاضل كان معايا يوم الأحد وقال جملتين في دقيقة. نعم. أنا بس بيجهزوه دلوقتي وهذيعه على الشاشة علشان أشارك حضرتك فيه تاني، لأنه الحقيقة قال كلمتين بمنتهى التلقائية والارتجال، لكن زي ما بيقولوا كده في علم الإجرام نشن في السوادة. نعم. قال كلام له علاقة ب طب مش هقول نذيعه وحضرتك تتفرج عليه وارجع اعقب معاك عليه. اتفضل. اتفضل. مصر ستظل موحدة، لا يمكن في يوم من الايام تكون كاميليا هي الرمز بتاعنا. الرمز بتاعنا هيكون عبد المنعم رياض، فؤاد عزيز غالي، باقي عزيز. مين يفتكر واحد اسمه باقي عزيز؟ باقي عزيز ده الضابط المسيحي المصري الذي اكتشف الخرطوم اللي بينزل الرملة بتاع خط بارليف. احنا عبرنا بالاختراع بتاع هذا الرجل المسيحي، وكانت الصيحة الله أكبر، وكان محمد عبد العاطي سائق الدبابات. دي كانت مصر الموحدة، ودول رموزنا. مجدي يعقوب وأحمد زويل دول رموزنا، مش كاميليا ومش وفاء هيكونوا رموزنا. بنقول لرؤوس الفتنة من فضلكم سيبوا بلدنا في خير. احنا فينا ما مكفينا، فينا مشاكل في التعليم وفي الإسكان وفي الصحة، عايزين نحل هذه المشاكل، ومش عايزين كاميليا. خدوا 10 كاميليا، خدوا 100 كاميليا، مش كاميليا ده هزود هنا أو هنا. مصر مش محتاجة مثل هذه الرموز، مصر محتاجة إلى المخلصين. أنا سقفت له لما سمعت هذا الكلام. كلام منتهى الصدق وجميل. هذا مسيحي مصري، هذا مسيحي مصري. لا ده هذا مسلم. هذا مسلم. الدكتور عادل قاسم أستاذ تجارة بجامعة الزقازيق. وكنت أتمنى إن يبقى مسيحي اللي بيقول الكلام ده كمان. مش عايز أشك. لما مسيحي يطلع يقول مش كاميليا هي الحياة، أي مش معرفش مين وفاء اللي هم أسلموها. هو الإسلام ناقص؟ إسلام ناقص كاميليا؟ هتعذر شري؟ لا اتفضل. أنا تعمدت إن أنا ما أقولكش هو مسيحي ولا مسلم قبل الهوا ولا بعد الهوا. هو إيه؟ مش هقول لك. عشان مش مهم. عارف ليه انا بقول لك انا لا انا معاك، محترم ده جدا. المضمون لمواطن مصري بيقول هو ده في النهايه مصري. عارف ليه انا بقول لك اتمنى ان يكون مسيحي؟ لانه هذا النوع من الحنق الداخلي عشان خاطر كاميليا ووفاء ليس له محل من الاعراب. مظبوط. وبقول لك ده كقبطي يسبقه كلمه مصري، ولا تهمني ولا يهمني 10 يأسلموا. لكن خد بالك انه في بعض الاحيان تلجأ بعض الفضائيات للتلويح بهذا الشيء. مظبوط. وتلجأ بعض الصحف للعب في هذه المنطقة. البلد دي ده مش بس، وانا اسف، ومنابر المساجد ودروس طبعا ودروس الكنائس والوعاظ طبعا. انا عايز اقول لك انه البلد مش عارف محتاجه الهزه، محتاجه النبض صحيان. متهيألي كفايه اللي حصلت دي. اقسم بالله ان انا من الناس الذين يرون انه احنا مجتمعنا مجتمع الفوره ثم الاسترخاء. ده اللي يعذبني من دراسه طويله للمجتمع. عندنا الفورة ثم الاسترخاء. نفسي الفورة مش بالضروري أن تكون فورة عالية الأمواج علشان تستمر طويلا. مش معقول كل شوية تبقى في حياتنا كارثة أستاذ تامر. صحيح. عشان خاطر تشدنا وتقربنا لبعض. على الأقل نسترخي بس بعد ما ننجز. بعد ما ننجز. صحيح. وبعدين هو احنا خلصنا كل مشاكلنا؟
ابتدتش، احنا ما بدأناش. ده انا بعتقد انه انا اللي مفروض يقعد محلي هو وزير التربية والتعليم دلوقتي، عشان تقول له ازاي ما يطلعش الولاد الأقباط في حصص الدين، وازاي يبقى في حصة للدين القبطي وحصة للدين الإسلامي. سيبك من جنة. معالجة الأزمة في هذه اللحظة هي معالجات سطحية. مظبوط. ولازم أقول لك على معنى مهم جدا، ليس العلاج الأمني هو العلاج الأوحد فيما يتعلق بالإرهاب. وعاوز أقول لك إنه الجيل اللي جاي جيل شريف حفيدي، لما يسأل أمه حنان ويقول لها هو ليه الولد زعلان مني، أنا عملت له إيه؟ وبعدين تقول له إيه، هو في إيه بينك وبينه؟ تقول لا، يقول لها ما فيش حاجة، بس هو عرف إن أنا بروح الكنيسة يوم الحد. يعني في حاجات صغيرة تبين لك إن البيت أيضا داخل في مسؤولية. نحن نحتاج لشدة، شدة مش لاقي كلمة غيرها أقولها لك. وبعدين لما بقول لك نقطة صحيان، عايز اقول لك انه الفوقان ضروري. صحيح. ومكسوف اقول لك انه ده بعد قليل نعود الى ما كنا عليه ونتوتر. لا انا اتمنى ان الشده اللي فاتت تكون هي نوبه الفوقان والصحيان، وانه ما يحصلناش استرخاء الى ان يعود المجتمع الى ما كان عليه. وزي ما حضرتك تفضلت، احنا لم نهزم الارهاب في الثمانينات والتسعينات لا بالفكر الامني ولا بالبوليسي، لكن بتماسك الجبهه المصريه ورفضها لاعداء الحياه في الجانبين. لا حياه لاعداء الحياه. شرفتني يا استاذ. بيت واحد قلم واحد. كل الاحترام لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. وكل سنه وحضرتك طيب، بمناسبه عيد الميلاد، وسنه جميله عليك وعلى الاسره الكريمه. كتر خيرك. اشكرك حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا لك. مصر